شيخنا وحبيبنا أبو ضار الشيخ خالد غريب السعيدي رحمه الله. فعندما وصل الخبر لي أو لغيري سارعنا بتكليمه ونفينا صدق هذا النبأ، ولم أجد في نفسي موقفا ينطبق عليه إلا كما يقول أبو الطيب المتنبي في بعض مراثيه: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآماني إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. عبثا نتعلق بالاحتمالات، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. حمل الناعي إلينا خبرا أوشك الصبر به أن يضعف، فاعذر العين إذا ما دمعت واعذر القلب إذا ما وجف. وما شهدناه ورأيناه في جنازة شيخنا وحبيبنا تلك الجنازة المهيبة وتلك الجموع الغفيرة، حشد كبير وموكب ضخم تقدمت فيها القلوب على الأقدام، دل على مكانته وعلى تقدير الناس له، ودل على جهده ودل على وفائه. من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وأنتم شهداء الله في الأرض. حسن ختام يسر القلوب. كان شيخنا حديث المجالس، فما الذي فعل في حياته حتى ينال هذا الحب وهذه الخاتمة الطيبة؟ يقول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الإنسان الصالح صاحب الأثر يغرس الله حبه في قلوب عباده ويديم ذكره في حياته وبعد مماته، ويكون حاديا للناس لفعل الخير وعمل الجميل والاقتداء الحسن وثناء الناس على شيخنا وحبيبنا الشيخ خالد غريب السعيدي من عاجل بشراه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل البشرى، عاجل بشرى المؤمن. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. رواه ابن ماجه. لبى النداء ولم يزل رفاقه يتذاكرون حديثه الخلاب. عزاؤنا في فقيدنا أن الموت انتقال من حياة فانية إلى حياة باقية، وحياة جهاد وعمل إلى حياة كلها نعيم. ليس الموت نهاية للحياة، هو انتقال الخلود وانتقال إلى جنة الفردوس بإذن الله. وأخلاء ابن آدم عند الموت ثلاثة: واحد يتبعه إلى أن تصعد روحه إلى بارئها وهو ماله ثم ينصرف عنه بعد ذلك، وواحد يتبعه إلى أن يوارى في قبره وهو أهله ثم ينصرفون بعد ذلك، والصديق الثالث يتبعه بعد موته، يتبعه دائما وأبدا وهو عمل. وكلنا يعرف والحمد لله عمل شيخنا وفقيدنا خير عمل وأزكى، ولقد اختار رحمه الله لنفسه الدعوة إلى الله وإرشاد الناس والأخذ بأيديهم بالنصيحة الصادقة، باذلا وقته وماله وراحته في سبيل نشر الخير ونفع الناس، حكيما في استمالتهم وكسب قلوبهم. لا نستغرب هذا الحب وتلك الجموع الغفيرة التي حضرت جنازته، لا نستغرب تلك العواطف الجياشة الذي ملك فيها قلوب الناس لهذه الأعمال الصادقة. كان الحزن عليه عميقا، تمكن في النفوس فشاع فضله وامتد ظله وانتشر أثره وبرزت محاسنه ومآثره. إن الليالي والأيام لو نطقت أثنت بآلائك الآصال والبكر. كان رحمه الله شيخنا وحبيبنا أكثر ما تميز فيه هو حب
وكان زوار مسجدنا الذي هو كان إمامه وخطيبه لسنوات عديدة، وكان صوته يصدح عاليا، وخاصة في رمضان وفي التراويح والقيام، ولم تزل تلك دعواته التي كان يدعو فيها للموتى والمرضى والمحتاجين، الثكالى والمساكين اليتامى. فقدوا فيك من البر دعاما، تجد المعروف دينا واجبا وترى الإحسان فرضا ولزاما، يشتكي قلبك يوما لو ترى شاكيا من دهره أو مستضاما. رحم الله شيخنا وحبيبنا وأسكنه فسيح جناته، وقد رثاه الشاعر إبراهيم الطاهري بأبيات فقال: تمهل يا أبا ضاري منيا، فراقك قد طوى الأفراح طيا، فجعت قلوب من عرفوك حقا، وأظهرت الكويت أسا جليا، وفي الجهراء آلاف المآقي جرت بالدمع تروي الأرض ريا. أيا من كان بالقرآن يشدو فيدوي صوته الزاكي دويا، بشوش قد حباه الله سمتا، وصوتا راقيا عذبا شجيا، وفي صادق قد كنت شهما كريما فاضلا برا تقيا، وفي إصلاح ذات البين تسعى كذا في الجود والإحسان سعيا، لكفك بصمة في الخير تبدو، وذكرك راح يسمو في الثريا، كأنك والعلا فرسا رهان، فعزمك لم يزل دوما عليا، فلست بخالد لكن سيبقى صنيعك خالدا رطبا جنيا، ستجني اليوم كل ثمار خير غرست غراسه مذ كنت حيا، بمثل خطاك فلتخطو البرايا، ويشكو الشعر بالأحزان نعيا. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، ولم يزل قائلا عليما آمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر وارحم شيخنا، اللهم اغفر وارحم شيخنا وحبيبنا أبو ضار الشيخ خالد غريب السعيدي رحمة الأبرار. اللهم اجعل قبره نورا وضياء يا رب العالمين. اللهم اغفر له ذنوبه وكفر عنه سيئاته. اللهم أسكنه في الفردوس الأعلى من الجنة، واجمعنا به في جنات ونهر مع النبيين والصديقين والشهداء. واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين أجمعين، واغفر اللهم لجميع موتى المسلمين أجمعين، واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا